الزمالك في وسط الموسم، احنا في قلب الموسم ومن طيب خليني اخد رايك برضو في النقطه دي وراي اسلام او ما جديد لديه، لكن بعد ما نرحب باحد ابرز حراس المرمى في مصر حاليا المتالق محمد عواد حارس مرمى الاسماعيلي. هبارك له الاول على النتيجه ثم على ادائه. كابتن عواد اهلا بيك. ازي حضرتك وتحياتي لحضرتك ولضيوفك كلهم الموجودين مع حضرتك. بنقل لك تحيات احمد جلال واسلام صادق الناقدين الرياضيين، وبقول لك مبروك النهارده، فوز مهم جدا بتواصل بيه من خلال هذه النتيجه تصدر الدوري كفريق الاسماعيلي. ربنا يخليك. طبعا الحمد لله، طبعا بحمد ربنا على النتيجه النهارده وبشكر زمايلي الرجاله النهارده وبشكر الجمهور اللي كان موجود النهارده في الملعب بيساندنا والجهاز الفني ومجلس اداره، ومبروك لشعب الاسماعيليه كله. الف مبروك. الفوز ده النهارده يا كابتن عواد بيديكم الطموحات او بيعليها ان انتوا تنافسوا او تواصلوا الاستمرار في المنافسه على اللقب، ولا طموحاتكم مباراه بعد مباراه؟ لا اكيد احنا طبعا الحمد لله طبعا من بدايه الموسم يعني شفنا كل حاجه متوفره لنا من جهاز فني محترم، مجلس اداره مش متاخر علينا في اي حاجه، فده كان هدفنا. معانا مجموعه لعيبه صغيره وعندهم طموح ان هم يعملوا حاجه السنه دي، فكان يعني كل حاجه متوفره لنا الحمد لله السنه دي، زائد توفيق ربنا سبحانه وتعالى معانا في معظم المباريات السنه دي عكس الموسم اللي فات. فالحمد لله طبعا نحمد ربنا سبحانه وتعالى، واحنا بناخد ماتش بماتش، واكيد كل لما بتخلص ماتش وبتكسب ده بيديلك دفعه للي بعد كده. هي الكوره كده يعني، تاخد ماتش ورا ماتش هتلاقي نفسك في مكانه كويسه وهتلاقي نفسك بتنافس. ما تبصش على الهدف او تطلع اخر سلمه مره واحده، ده ما فيش حاجه في الكوره كده. لازم تاخد سلمه سلمه عشان توصل للهدف اللي انت عايزه، وده اللي احنا شغالين عليه الفتره اللي فاتت. كلام عاقل جدا ومحترم. خليني اسالك، مفيش حد بيوصل لاعلى حاجه في مره واحده، لازم بتاخد كل حاجه يعني كل ماتش بماتش، واكيد ربنا بيكرمك في الاخر على قد تعبك، ربنا بيكرمك في الاخر يعني الحمد لله. بعد 13 مباراه ما زال الاسماعيلي في الصداره، هل استمرار الصداره بيخليك انت متمسك اكتر بالبقاء مع الاسماعيلي، ولا لسه الكلام على يناير والانتقال لاي نادي من الانديه سواء في مصر او في الخارج؟ بص يا كابتن، يعني علشان الكلام يعني احنا في مصر هنا متعودين طبعا كل موسم كل ما حد يبقى شغال بشكل كويس مع الفريق بتاعه بنسمع كلام كتير جدا من انديه مصر، والكلام وده جاي له ده. انا عايز اقول لك على حاجه والله العظيم يا كابتن فعلا، لا هتتكلم معايا دلوقتي ولا انا شاغل بالي بالكلام ده كله. كل تركيزي مع النادي الاسماعيلي. النادي ده هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. اكيد انا مش هقول لك كلام بس هي دي الحقيقه فعلا. ايوه. فالناس دي لازم يعني تستاهل مني ومن اللعيبه كلها ان احنا نضحي، لان انا من غير النادي الاسماعيلي اكيد ما كانش حد عرف خالص محمد عواد خالص، او ما عرفش حد من اللعيبه اللي موجوده بتلعب دلوقتي. فاحنا كل هدفنا دلوقتي ان احنا نعمل حاجه ونحقق بطوله مع الاستقرار الموجود، مع الاجواء اللي موجوده. يعني غابت عندنا فتره طويله عن النادي الاسماعيلي عن جمهوره، بقالنا اكثر من 4-5 سنين. معنى كلامك انك على الاقل مكمل الموسم الحالي مع الاسماعيلي، بما انك بتقول بنفكر في البطوله؟ ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله انا مع النادي لاخر الموسم. يعني انا عندي هدف وعندي طموح ان شاء الله مع زمايلي، وعشان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ان هو يكرمنا السنه دي ببطوله. لان انا شايف ان احنا لحد دلوقتي بنستاهل، اللعيبه كلها بتتعب، مفيش حد مقصر خالص في المنظومه كلها. ان شاء الله لو ربنا اكرمنا وحققنا بطوله انا وزمايلي، مش هنلاقي حد هيعترض خالص ان اي حد يجي له حاجه، حتى في الاحتراف. يعني انا بتكلم في الاحتراف مش في مصر عامه يعني. مفيش حد هيعترض. باشمهندس ابراهيم من الشخصيات اللي هي يعني قالها صريحه، انا مش همشي حد لما اخد بطوله. ايوه. فهو ده هدفه وهدفنا ان احنا ان شاء الله عشان حد على الاقل لما يجي له حاجه بره احتراف هو يوافق، لازم ناخد بطوله. تمام. وده الهدف في اللعيبه كلها ان شاء الله السنه دي، ان احنا مفيش حد تقريبا خلاص موضوع حد يمشي ولا حد يجي له اهلي وزمالك ان هو يمشي، خلاص الموضوع ده مقفول تماما في وش اللعيبه كلها، مش في وش انا بس. طيب خليني اسالك، يعني دلوقتي خلاص في النادي. تمام، انت قلت ان مباراه الزمالك النهارده من اسهل مباريات الفريق هذا الموسم، منين جت سهوله مباراه الزمالك من وجهه نظرك؟ طبعا يا كابتن، انا طبعا بنلعب نادي الزمالك فريق كبير جدا وفريق محترم.
ده ما يقللش خالص من النادي الزمالك. بس انا بتكلم في الماتش عامه. انا من وجهه نظري شفت انه ماتش سهل جدا، لان انا ما اختبرتش في حاجه حاجه قويه خلال الماتش. يعني ما شلتش انفراد، ما شلتش مثلا جونين 3 خلال الماتش، لا كان كلها حاجات عاديه من وجهه نظري. ده عشان كده انا قلت المباراه سهله. عشان بس الجمهور الزمالك ما يفهمش حاجه، بس ان جمهور النادي بحترم جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك، واللاعيبه اللي موجوده لعيبه كويسه جدا، بس مش معاهم التوفيق دلوقتي. وهي دي الكوره اكيد يا كابتن، انت تبقى عارف وضيوفك عارفين كلهم ان هي دي الكوره. لما بتلاقي مثلا الفرقه بيحصل لها دروب، فبتلاقي الدروب ده بياخد له مثلا 4 5 ماتشات لما الفرقه تبدا تفوق تاني. ايوه. فده ما يقللش خالص من قيمه النادي الزمالك ولا جمهوره. تمام. بس انا شفتها في الملعب. بتكلم من الناحيه الفنيه يعني النهارده. طيب خليني قبل ما يعني احمد جلال واسلام صادق عايزين يتكلموا معاك، لان على فكره الثنائي من حلقتين 3 كانوا بيتكلموا على ان احسن حارس مرمى في مصر حاليا هو محمد عواد. احنا قلنا كده؟ لا مش انت. طيب قلنا عواد ما عندوش فكره. لكن خليني اسالك الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى للاسماعيلي قال ان هو بيتمنى انك تكمل على الاداء ده على الاقل لحد شهر مارس، لان وقتها هيضمن لك انك تكون موجود في المونديال وبتشارك. انت عينيك على المشاركه في المونديال كحارس اساسي للمنتخب؟ طبعا كابتن سعفان طبعا يعني عايز اشكره على المجهود اللي بيعمله معايا يا كابتن. وعايز اقول لك يا كابتن، يعني انا كل هدفي دلوقتي ان انا اعمل حاجه انا وزمايلي للنادي بتاعي. ايوه. طول ما انت شغال بصوره كويسه وانت متصدر وهتفضل تنافس لاخر لحظه، اكيد المنتخب هيبقى ليه نظره ثانيه خالص على الفريق كله، مش على اسمي بس او اسمين في الفريق. اكيد هيبقى في نظره ثانيه مختلفه على اللعيبه كلها. وده اللي احنا شغالين عليه انا وزمايلي، ان احنا نبقى بنساعد بعضنا. يعني اكيد لما نبقى ماشيين بصوره كويسه وبشكل كويس، اكيد في 2 3 على الاقل يبقوا موجودين في منتخب مصر، ودي حاجه هتصب في صالح النادي الاسماعيلي عامه. طبعا انا كل تركيزي وكل هدفي ان شاء الله الواحد يفضل ماشي بالمستوى ده. كل يعني الماتش خلص خلاص، انا بالنسبه لي دلوقتي خلاص انا فرحت مع زمايلي بعد الماتش. ايوه. قفلت صفحه الزمالك خلاص، انا هفكر من بكره او من خلاص، يعني هفرح النهارده مع زمايلي ومع اهلي ومع اصحابي، وبعد بكره ان شاء الله طلع الجيش ابدا اركز بقى في تمريني وابدا ابص للماتش اللي بعد كده. لان خلاص اللي حصل اذا مكسب او تعادل او خساره فده حاجه في الماضي خلاص، مش هفضل عايش عليها. ايوه. ابدا ابص لقدام بعد كده ان شاء الله. هي دي الكوره، وهو ده الحافز اللي لازم يفضل عند اللعيبه كلها، وده اللي في الاخر لو استمر هيوصلك للمنتخب. اكيد طبعا يا كابتن، لان انت الناس مش هتبص اللي انا عملت ايه من اول موسم. محدش فاكر تقريبا احنا عملنا ايه اول موسم خالص. الناس بتفكر خلاص النهارده الزمالك كسب الناس كلها تفرح. أيوة. كسبنا الزمالك. بكره ان شاء الله نبدا نركز ونحضر لماتش تمام ان شاء الله، وربنا يكرمنا باذن الله. اسلام صادق حبيبي اوجه لك سؤال، اتفضل اسلام. لا خلي الاستاذ جلال بقى الاول يعني. اتفضل. وانا بصراحه يعني عايز اقول لعواد من السؤال، يعني عايز اقول له يعني فعلا عواد احنا قلنا من اسبوعين 3 ان انت احسن حارس مرمى في الدوري المصري بكل المقاييس، ومش عشان 10 12 ماتش في الموسم ده، لا احنا بنتكلم الموسم اللي فات والموسم ده كتوتال يعني. لا عواد هو رقم 1. عايز اقول لك يا عواد ان انت الجواز وشه حلو عليك الحقيقه، ووش العروسه حلو عليك، وربنا يكرمك اكتر واكتر. وعايز اقول لك قدام الناس كلها ان مكانك في منتخب مصر محجوز، مع احترامي لعصام الحضري واحمد الشناوي والشريف اكرامي. الراجل بدا ياخد خطوات سريعه وفعاله، ومع كابتن احمد ناجي ان عواد يكون له مكان اساسي في الفتره اللي جايه، وان عواد هيكون داخل في منافسه مباشره مع عصام الحضري في ظل المستوى المتواضع والمتذبذب لشريف اكرامي اولا واحمد الشناوي ثانيا. اعتقد ان انت هيكون لك دور فاعل في الفتره اللي جايه. اتمنى عواد ان انت ما تتراجعش، ودايما يعني مش يعني ما تخيبش ظن بس جماهير الاسماعيليه، جماهير مصر كلها شايفه فعلا بكل اطيافها ان انت الافضل والابرز في كل المقاومات، سواء من حيث الشخصيه او اللياقه البدنيه او عامل السن. تمام. سؤال اسلام عايز تعلق سريعا، اتفضل يا كابتن عواد وبعديها سؤال اسلام، اتفضل. انا طبعا عايز اشكر الكابتن على الكلام الجميل جدا ده، وده طبعا مسؤوليه كبيره هتبقى على الواحد الفتره اللي جايه يا كابتن. ان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وكل جماهير مصر ان شاء الله. بس انا طلب صغير يا كابتن، ان يعني الاعلام كله بس ما يبقاش ضغط على الواحد، لان انت عارف لما
اعمل بريست على اللعيبه عامه ايا كان مين الشخص ده. فانا بطلب ان شاء الله اكيد ان شاء الله طول ما الواحد ماشي بخطى ثابته وبمستوى ثابت اكيد هيبقى في نظره من الكابتن احمد ناجي ومن الجهاز الفني. ان شاء الله بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان ابقى موجود معاهم ضمن المجموعه اللي موجوده في كاس العالم. ده هدف وان شاء الله اقدر احقق الهدف ده. وانا بشكر حضرتك طبعا على الكلام الجميل ده وعلى الثقه اللي حضرتك مديهاني، وربنا يكرم ان شاء الله الفتره اللي جايه. عواد نقطه على الهامش بس قبل سؤال اسلام، الاعلام لن يتوقف عن الكلام سواء بالاشاده او بالنقد، فاهم حاجه دي مسؤوليتك انت لاعب دلوقتي، لاعب كبير، واللاعبين عموما بشكل عام لازم عندهم قدره هم على الثبات الانفعالي امام الكلام، لان الكلام مش هيخلص، لكن انت قدرتك على الحفاظ على تركيزك هو ده اللي بيكون مسؤوليتك انت، واحنا واثقين فيكم كلاعبي منتخب مصر ان انتوا تكونوا قدها. اسلام. كابتن عواد، يعني انا مش هزود كتير على اشاده سواء هاني او احمد جلال، وانت يعني مش محتاج اشاده طبعا لان انت شغال بشكل كويس جدا، مش من افضل الحراس او افضل حارس حاليا، يمكن انت تكون بتنافس على لقب افضل لاعب في الدور الاول لغايه دلوقتي، مش افضل حارس، انت من افضل اللاعبين في الدور الاول بصرف النظر عن المركز اللي حضرتك موجود فيه، ونتمنى لك طبعا التوفيق. لكن عندي سؤال، انسى خالص انك انت حارس مرمى نادي الاسماعيلي وقدامك عرضين، عرض من النادي الاهلي وعرض من نادي الزمالك، وما تجاوبنيش اجابه دبلوماسيه، ايهما تختار؟ انسى ان انت حارس مرمى نادي الاسماعيلي. ارد عليك اقول لك ايه؟ لا انت شايف محمد عواد. يا كابتن، طب الاول بس انا يعني هشكرك طبعا على الكلام اللي انت بتقوله يا كابتن اسلام، طبعا دي شهاده كبيره جدا وانا اتمنى ان شاء الله اكون قد الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله. بس انا عايز بس اقول لك على حاجه بس يا كابتن، يعني انت ما تحاولش بس تحطني في موقف محرج، بس انا دلوقتي انا بلعب في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي ما يقلش عن اهلي وزمالك في حاجه، انا وجهه نظري هي هو ما حدش قال ان النادي الاسماعيلي يقل، طبعا النادي الاسماعيلي نادي كبير جدا، لكن انا بقول لك انت دلوقتي مش انت حارس مرمى نادي الاولمبي، نادي الترسانه، نادي اي نادي في اللي انت تختاره، وماشي بالمستوى اللي انا ماشي فيه او ماشي بالمستوى اللي انت فيه، وجاي لك عرضين، عرض من النادي الاهلي وعرض من نادي الزمالك، ايهما تختار؟ الناديين كبار جدا طبعا قول لي نادي واحد اتمنى ان هو يلعب فيهم، بس انا بكلمك دلوقتي انا في النادي الاسماعيلي، يعني انا ما ينفعش حضرتك خلاص توجه لي سؤال زي كده. النادي الاسماعيلي ما يقلش برضه عن الاهلي والزمالك في حاجه. اكيد انا لو في اي نادي ثاني كنت ممكن يعني اقول لك رايي، بس ده حاجه هتبقى يعني سؤال محرج وانا مش هقدر ارد عليك. يرفض التعليق عليه. اللي اقدر اقوله لك اللي انا اكتر حاجه اتمناها ان شاء الله نفضل ماشي على المستوى ده، وفي الاخر ان شاء الله ربنا يكلل مجهوده واللي انا ابقى موجود في كاس العالم ومنها الاحتراف ان شاء الله. كابتن محمد عواد نجم حراسه المرمى المصري وفي فريق الاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، مبروك مره ثانيه الفوز ومبروك الجواز، اكيد ربنا يا رب يبارك لك ويرزقكم الذريه الصالحه. تعالوا نفكركم سريعا ان النهارده في عندنا مباراتين مهمتين لعبتا قبل مواجهه الزمالك مع الاسماعيلي. النصر النهارده اللي بيلعب في المركز اول مركز من مراكز الهبوط فاز على المقصه، الفريق اللي وقف مسيره الاهلي في الانتصارات او عدم الخساره 4-1، منهم هاتريك في 20 دقيقه لمحمد ميدو مهاجم فريق النصر. تعالوا نفكركم بالنتائج ونتكلم عن هذه المواجهات سريعا قبل ما نطلع لفاصل. النصر لما فاز النهارده بقى في نفس المكان الخطر، ولكنه تقدم على الاقل ب3 نقاط. نفكركم ان يوم الاربعاء امبارح بدات الجوله، الجيش فاز على الرجاء 2-1، المصري تعادل مع الداخليه 1-1، وتواصل التعثر للفريق. كوره بيلعب كوره شوارع، مفيش مدير فني، مفيش حد، مفيش تخطيط، نفس الكلام. بس في اما المدرب يسهر معلش يعني في معسكر مغلق في الفندق لغايه الساعه 12، ايه الازمه؟ انا قاعد مع جهاز فني لنادي اخر وقاعدين بنتصامر. والنادي الاخر ده فاز معلش على الزمالك، لا مش هو واحد كان قاعد، انا بتكلم على ان كابتن سعفان كان سهران معاه. تمام اوكي، كابتن سعفان خرج من المعسكر قعد شويه ورجع، اما كابتن ايمن رجب لا الكابتن عماد سليمان
والاقي بعد كده انعكاسات ده ومدلولاته في الملعب، والاقي اسماعيل حسين الشحات عايز ياخد الكوره وجون انطوي بيتخانق معاه وما اعرفش مين بيتخانق معاه، وتلاقي المنظر اللي انت شفته في الملعب ده، شيء طبيعي ان الفرقه تفك، شيء طبيعي الفرقه تتغلب بهذه النتيجه. مصر المقاصه دفع ثمن ان هو ثقه زائده، كسب الاهلي كسب الزمالك، ظن انه لا احد يقف امامه، وبالتالي كانت الصدمه كبيره جدا قدام فريق بيلعب كره محترمه، رغم ان هو بيلعب كان في المركز ال16، لكن كل نتائج النصر بيلعب كره محترمه، وقله الخبره هي السبب الرئيسي في انه يعني خسر اكثر من ماتش وتراجع في اكثر من ماتش وتعادل اكثر من ماتش. اسلام، اكيد ما فيش ساحر في الدنيا هيعرف يغير نتيجه او اداء فريق زي وادي دجله اللي ما جمعش الا 8 نقاط من اول 12 نقطه، فاول ما يجي يكسب المصري ويكسب المقاولين العرب، اكيد في حاجه معينه محتاجه توضيح. ليه طارق العشري او ايه اللي عمله طارق العشري ما عملوش ميدو خلى دجله يختلف بالشكل ده؟ لا، هو اولا يعني الاداء وادي دجله ده رد اعتبار لطارق العشري بعد طبعا تراجع الاداء مع ام بي، لان طارق العشري من المدربين الكبار جدا والمميزين جدا، ويمكن واجه طبعا ظروف صعبه مع ام بي تسببت في تراجع الاداء، واجه خلافات مع مجلس الاداره، وبالتالي طبعا تم توفير يعني بيعيد مره ثانيه اكتشاف نفسه خلال تواجده مع وادي دجله. لاعيبه وادي دجله كانوا بيتعرضوا لضغوط من احمد حسام ميدو، كان بيشتكي اكتر من لاعب من طريقه المعامله بعض الشيء خلال فتره تولي احمد حسام ميدو المسؤوليه. ويمكن طارق العشري دوت اللي كان ركز عليه مع اللاعبين خلال الفترة اللي فاتت من الناحية النفسية. وكان يعني منذ توليه المسؤولية كان مش هقول لك ان هو زي ما انت بتقول كده يعني ما معهوش عصا سحرية علشان يحول اداء ونتائج الفريق من فريق ان هو ما حققش غير فوز واحد على ام بي في عهد احمد حسام ميدو، واللي تغيرت استراتيجية مجلس الإدارة وفقا لتصريحات سابقة لأحمد حسام ميدو ان استراتيجيه الفريق وادي دجله هو ان لسه الناس مش هتفهمها دلوقتي. لا، احنا بنلاقي دلوقتي الاستراتيجيه ان الفرق، ما فيش فرقه في الدنيا ما بتكونش عايزه تفوز او تكسب او تحقق مكاسب الى جانب الاهداف الاخرى او الاهداف الثانويه. اذا طارق العشري هو ركز على النواحي النفسيه بشكل كبير، وبيعيد مره ثانيه اكتشاف نفسه مع وادي دجله. طيب خليني اقول لكم ان النهارده مباراه دجله مع المقاولين العرب شهدت موقفين مهمين جدا. اولا الهدف الاول سجله احمد رؤوف بعد 18 ثانيه من انطلاق المباراه، هدف التقدم. يعني هو عشان كده بقول ان هو سحر ولا ايه، مش المدير الفني فجه مدير فني في 18 ثانيه بان الاداء. ده اول هدف. الهدف الثاني سجله محمد هلال صاروخ من على بعد 10 يارد بعد منطقه الجزاء، يعني صاروخ فعلا ما شافوش حارس مرمى فريق المقاولون العرب النهارده، وانتهى 2-0 لصالح فريق دجله. ايه اللي بيحصل للمقاولين برضو مهم جدا انه يحاول يعيد لملمه اوراقه. بكره سموحه مع الاسيوطي، بتروجيت مع الاتحاد السكندري، طنطا مع الاهلي. فاصل وبعد الفاصل نكمل في اكسترا تايم الخميس مع الطيب والشرير.